السلام عليكم. النهارده معانا عصير ليمون بالنعناع. طبعا اليوم هيبقى احلى لو شربنا كوبايه حلوه كده من عصير الليمون بالنعناع بتركه حلوه كده هنعملها، هيخلي طعم العصير بتاعي في حته تانية خالص. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. ادي دول 6 ليمونات بالظبط. تمام، احنا قطعناهم بالشكل ده، وهتجيبي عودين من النعناع وتقطوا فيهم بالشكل ده، وادي ده لتر من الميه ساقعه. هنزل بيه الليمون بتاعي ده، تمام، ببذره بقشره بكل حاجه هننزل بيه في الميه. ادي انا نزلت بالليمون وبالنعناع، ودلوقتي هنزل بالسكر. عندي انا دلوقتي لتر، يبقى هحط 5 معالق من السكر، المعلقه الكبيره بتاعت الاكل. تمام كده. طب لو احنا ما عندناش سكر او مش حابين نحط سكر، ممكن نحط عسل ابيض، ده بيبقى حلو جدا. فممكن برضو تحطي المقدار اللي انت تحبيه، يعني في حدود 4 معالق من العسل الابيض هيبقى حلو جدا. يلا بينا. ودلوقتي انا نزلت ب5 معالق من السكر، المعلقه الكبيره دي. تمام كده. ودلوقتي هنزل بمعلقه صغيره من اللبن النيدو دي. ما تستغربيش تقولي مثلا اللبن ايه علاقته بالليمون والنعناع. انا عايزه اقولك ان كل الكافيهات بتبقى الليمون بتاعها مميز، هي دي التركه اللي موجوده في عصاير بره. يلا بينا نحط معلقه صغيره من اللبن النيدو، ولو ما عندناش لبن نيدو ممكن نحط نص كوبايه من اللبن العادي خالص البلدي بتاعنا. يلا بينا. ودلوقتي هنضرب كل المكونات بتاعتنا كويس قوي في الخلاط. يلا بينا نضرب. وادي دلوقتي بعد ما ضربناه كويس قوي هنبدا ان احنا نجهز الشفشق بتاعنا عشان نصفيه كويس. يلا بينا. وادي معايا الليمون بعد ما صبيناه تحفه. جربوه وقولوا لي ايه رايكم. يا رب الوصفه تعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.